سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا بلا ديال الدجاج بالروز كيف ما شفتوا في الصوره هنايا. المهم هنايا كناخذوا الدجاج على حساب الافراد. هنايا خديت انايا على حساب ديال جوج ديال لي بلا، كنقطعوا هكا شرائح. انا هنايا كان ديجا مكونجلي فراه عاوني في التقطاع باش ما جاش غليظ بزاف. غادي نضيفوا عليه هنايا 2 معالق ديال الصوص صوجا، غادي نضيفوا عليه نص معلقه صغيره ديال الملح. الصوجه راه ديجا مالحه، ولكن عاوتاني الملح على حسب الذوق. انا ما كناكلش الملح بزاف، كاينين الناس اللي كتعجبهم الماكله شويه زايده في الملحه. هنايا عندي نص معلقه ديال الابزار. كيف ما كنعاود نذكركم، هاد التوابل راه بالنسبه للبلا اللي ديال جوج ديال الناس. الا زدتوا الكميه ديال الدجاج راه غادي نزيدوا في التوابل. هنايا ضربت معلقه صغيره ديال لا موطاد وبياض بيضه. كنخلطوا لا ماريناد ديالنا مزيان في داك الدجاج باش كيتشرب، فهمتوا؟ كنحاولوا باش نمزجوا داكشي اللي درنا مزيان باش ما يبقاش كل حاجه في جهه بحال هكا. وكنغطيوه عليه وكنخليه واحد نص ساعه باش يشرب مزيان. تقدروا تخليوه اكثر، ولكن على الاقل واحد نص ساعه باش الدجاج يجينا شارب. هنايا من بعد ما دازت نص ساعه كناخذوا واحد الاناء كنديروا فيه 3 المعالق كبار ديال الفورص الدقيق الابيض، وغادي نبداو كندوزو فيه الدجاج ديالنا. هنايا انا عاودت خلطت باش نشوف داكشي، راه كيف ما كتشوفوا راه ديجا شرب لينا ديك لا ماريناد اللي درنا. غادي ناخذوا الدجاج غادي ندوزوه بحال هكا في الدقيق. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنساليو الدجاج ديالنا كامل. في الزيت اللي سخونه غادي نقليو الدجاج ديالنا على نار هادئه باش الدجاج ديالنا ما يتحمرش ومن الداخل يبقى خضر، باش يطيب لينا على خاطرو. كيف ما كتشوفوا هكا كنخليوه حتى يطيب وكنحيدوه، كنحطوه في شي اناء على جنب. غادي ناخذوا مقله وحده اخرى غادي نديروا فيها كميه مهمه ديال الزيت، بحال هكا تقريبا شي 4 معالق كبار ديال زيت نباتيه. غادي نديروا فيها معلقه ديال الثومه محكوكه، ما يعادل واحد 3 الفصوص ولا 4 ديال الثوم. كنضيفوا عليهم نص معلقه ولا غير واحد الرشيشه ديال الملحه. كما كنقولوا كنعاود، الملحه راه كتبقى على حساب الذوق، وهاد الوصفه نردوا معها الملح ديجا صوص صوجا راه مالحه. غادي نديرو هنايا واحد نص معلقه ديال سكينجبير راه كيتواتى بزاف مع الدجاج. وكيف ما شفتوا في الماريناد راه ما درناش سكينجبير، درنا غير الملح والبزار. نخلطوا هادشي في هذيك الزويته اللي سخونه، وغادي نضيفوا عليهم البصله والفلفله اللي مقطعين رقاق كيف ما كتشوفوا في الفيديو. غادي نديو ونجيبوا ديك البصله والفلفله في المقله على نار هادئه حتى تطيح لينا مزيان وما تحمرش. داكشي علاش العافيه خاصها تكون منقوصه باش ديك البصله والفلفله يطيحوا لينا بلا ما يتحمروا ولا يتحرقوا. حيت ديجا راه درنا الثومه، وانتم عارفين الثومه فاش كتحرق راه كتولي البنه ديالها خايبه. كيف ما شفتوا بحال هكا كتعطي المروره. كيف ما شفتوا هكا البصله والفلفله ديالنا طاحوا، كنزيدوا عليهم 2 معالق كبار ديال صوص صوجا، وكنعاودوا نرجعوها فوق العافيه حتى كيتشربوا مزيان بحال هكا. كنضيفوا عليهم داك الدجاج اللي قلينا، كنخلطوه باش ينسجم مع المكونات الاخرى، وكنرجعوه غير واحد دقيقه ولا شنو فوق العافيه غير ينسجم معاهم واحد شويه، وكنحيدوه. كيف ما كتشوفوا راه كيجي معسل. هنايا انا زدت عليه الزنجلان، وهذا كيبقى اختياري.
كيف ما كتشوفوا قدمت الطبق ديالي بهذه الطريقه، كيجي لذيذ بنين وسهل في التحضير. قدمته مع الرز، تقدروا نتوما ديروا الاضافه اللي بغيتوا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو، تابوناو باش يوصلكم فيديو جديد ان شاء الله. تبقاو على خير، باي باي.